روزين شنو كاين فيه؟ كاين واحد النبته ما كايناش عندنا بزاف هنا في المغرب، كنستوردها ولكن موجوده كثير وكثير وكثير جدا في مصر، اللي هي كركدي. هذه لما كنت كنتسرى في الاراضي المصريه كان بحال داك الشوك اللي كنلقاوه في الطريق بحالهم عندهم موجود واحد الكثره وما نستغلوش. هذا اللي فيه مرض السرطان اول حاجه تفكروا فيها عطيها. اي واحد كتعرفوا عنده سرطان اول حاجه تفكروا عليه. ومن غير السرطان واخا فيه السكر واخا حلو الخبز طيب، اللحم طيب، كل شيء اللي طيب كيعطينا ما يسمى بلي غاديكوليبر. ولي غاديكوليبر هما السبب ديال الالتهابات والسبب ديال القرح والسبب ديال الاكياس اللي كتكون على المستوى ديال الرحم ولا على جميع المستويات، والسبب ديال ظهور الامراض الخطيره في الدم ديالنا. اذا خصنا ان اونتي اوكسيدون. لو ميور اونتي اوكسيدون اللي عندنا دابا الان ان هذا عندنا لا سبيرولين. داكشي علاش الناس اللي كيكونوا مرضى السرطان كيجيو عندي يستحيل ما نعطيهمش روزي، يستحيل ما نعطيهمش لا سبيرولين. اوكي، علاش فيهم دي فور سكون نابيل دو فور اونتي اوكسيدون. الماء كيدخل الجسم ديال الانسان كيحاول يشد هذوك المواد ويدير عليهم بحال شي شرطي لما كيلقى واحد اللص كيشدو من السروال ديالو ويخرجوا له الزنقه. هكا كدير هذه، كتحاول انها تاخذ هذوك المواد اللي ممكن انها تخرب لنا الذات ديالنا وكترميها الى الخارج. اذا الروزي غادي ان شاء الله غادي نحاول نجبد جميع الفوائد اللي كاينه فيها وغنديروا على شكل فيديوهات وغادي نحطهم في اليوتيوب، غتبقاو تصنتوا لهم باش على اساس انه باش تكون لو ديتاي دي ديتاي تقول لهم الناس ديالكم. لا الحلاوه هذه نصيحه مني لكم، غير تشوفوا شي واحد فيه السكري قولوا لي ياكل 2 وجبات في النهار، ياكل مع 12 وياكل مع 8 الليل. عطيته هذا ولا عطيته الفواكه ما تخافوش منها، وحيد لي الخبز واللحم والحليب والمشتقات ديالو. لما يحيد الحليب والمشتقات ديالو ويحيد لي توسكي الجلوتين يعني الخبز والمشتقات ديالو وياكل لي بحال هذا الشيء ما تخافش نهائيا، بل بالعكس غيكون هناك انجليزون يعني غيتعالج بعدها باذن الله. هذا لو برودوي نيميرو 3.